إن محاولة تقليد الأغنياء هو ما يزيد الفقراء فقرا. ببساطة لكي لا تسقط في فخ الفقر، القاعدة هي اجعل مستواك الاجتماعي أقل من مستواك المالي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو فلوسك تركبك عربية مرسيدس اركب عربية تويوتا، لو فلوسك تركبك عربية تويوتا اركب تاكس، لو فلوسك تركبك تاكس اركب مواصلات، لو فلوسك بس تركبك مواصلات امشي لو تقدر. في حاجة اسمها الحرية المالية، ودي غير الغنى خالص. الحرية المالية تعني الاستغناء، لكن الغنى يعني ان يكون معاك فلوس كتير. وبناء عليه معظم الأغنياء مش أحرار ماليا لأنهم ما يقدروش يستغنوا عن العمل. الحرية المالية هي ان يكون معاك مدخرات تسمح لك بان تشتغل او ما تشتغلش حسب مزاجك، وقتها بس هتشتغل لمجرد حب العمل. تخيل واحد بيكسب في الشهر 1,000,000 جنيه، هل ده حقق الحرية المالية؟ مبدئيا هو حقق الغنى، لكن نقطة الحرية المالية دي محتاجة سؤال تاني خالص، ألا وهو الشخص ده بيصرف كام في الشهر؟ لو كان بيصرف 1,000,000 جنيه في الشهر يبقى هو غني فعلا، لكن ليس حر ماليا، لأنه ببساطة لو خد أسبوع أجازة من الشغل هيبقى بيكسب 750,000 جنيه، بينما هو بيصرف 1,000,000 يبقى هيستلف 250,000 جنيه. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي واحد كسب 1,000,000 جنيه في مسابقة مثلا وبعد سنة تلاقيه بيشحت عادي جدا. الفكرة مش في كم المال اللي بتحصل عليه، لكن الفكرة في كم يمكن الادخار منه. ما تستغربش برضه لو لقيت واحد بيكسب 1,000,000 جنيه في الشهر وبيشتكي من ضيق المعيشة. أيوة، ما هو بيصرفهم كلهم وبيضطر ينزل يتسحل في الشغل تاني، والمصيدة دي ناتجة عن شراهة الاستهلاك، ودي اللي ما بتديش لأي حد فرصة للادخار، وده طبعا بسبب زيادة النفقات مقابل زيادة الدخل. يعني كل ما تكسب أكتر تصرف أكتر، فتفضل محلك سر. واحد كان بيكسب 1000 جنيه بيصرف 1000 جنيه، بقى بيكسب 10,000 جنيه بيصرف 10,000 جنيه، بقى بيكسب مليون بيصرف المليون. كل واحد من دول عبد للمال ولم يصل للحرية المالية ولن يصل لها أبدا. عشان كده لازم القاعدة دي تكون بين إيديك دايما، اجعل مستواك الاجتماعي أقل من مستواك المالي. لو انت موظف غلبان شايل موبايل تاتش ليه؟ لو انت موظف متوسط ليه شايل ايفون؟ لو انت معاك موبايل سامسونج بتشتري الجديد ليه؟ هي دي مصيدة الوضع الاجتماعي اللي بتخلينا دايما بندور داخل دوامة العمل. انت كده قصدك يعني ان احنا نكون بخلاء؟ لا طبعا، قصدي مش كده. البخيل اصلا ما بينفقش بغض النظر عن الدخل، لكن العاقل هو اللي بينفق بقدر اقل من دخله، فبيحصل عنده نسبة ادخار. في حديث اسمه حديث السحابة. الشرح يعني عشان ما ندخلش في كلام باللغة العربية الفصحى معقد، ان شخص كان ماشي في مكان قاحل وبعدين لقى سحابة جت فوق حديقة شخص معين وامطرت عليها. كل المية اللي كانت في السحابة نزلت بس على ارض الشخص ده. فالراجل ده استغرب جدا وراح لصاحب الحديقة وسأله انت بتعمل ايه؟ قال له ولا اي حاجة. الموضوع ببساطة ان اللي بيجيني من الحديقة دي بقسمه على 3 اقسام، قسم بتصدق بيه، وقسم بنفقه على اهلي، والقسم الثالث برده في الحديقة تاني، وده اسمه ارباح استثمارية، يعني بياخد من الربح ويدخله في راس المال تاني، فبالتالي بيكبر. فحضرتك المفروض تصرف تلت المبلغ اللي بتقدر تتحصل عليه في الشهر فقط. هتقولي طيب ما انا عمري كده ما هشتري المرسيدس. اشتري المرسيدس لما يكون تمنها اقل من مستواك المالي. اهم حاجة عايز اقولها لك دلوقتي، ما تفكرش في الغنى، فكر في الحرية المالية. ما تفكرش تكسب اكتر، فكر انك تدخر اكتر، بحيث انك تبقى رايح الشغل لمجرد حبك للشغل. لكن تخيل واحد بيكسب في الشهر 1,000,000 جنيه وبيصرف 1,000,000 جنيه، هيبقى رايح الشغل بنفس شعور الموظف الدرجة ال10 في أرشيف مجمع التحرير، قايم من النوم مضروب على بوزه 60 جزمة، لأنه لو ما راحش الشغل النهاردة مش هيقدر يدفع فواتيره. أي نعم، فواتيره دي بتبقى اشتراكات في نوادي وحفلات وأقساط عربيات BMW، ولكنها في النهاية فواتير، لو ما التزمش بيها هتحصل له مشاكل. عشان كده ما تعتبرش الغني بيكذب لما بيقول إنه مش مستريح. هو فعلا مش مستريح، مش لأنه فقير، ولكن لأنه ليس حر ماليا. ممكن دلوقتي حد يقول يعني إن أنا أقصد ببساطة كده عيش عيشة أهلك. يا فندم لا، عيش عيشة أقل من عيشة أهلك. لو أنت عشت عيشة أهلك هتفضل طول عمرك فقير، هتجيب نيش زي أهلك، وهتجيب صالون مذهب زي أهلك، وهتجيب تلفزيون مش عارف كام ألف بوصة زي أهلك، وهتتدين زي أهلك، وهتشيل الهم زي أهلك، وهيبقى عندك 60 سنة ولسه ما حققتش حلمك زي أهلك. اكسر الدايرة المغلقة دي. أنا معايا موبايل سامسونج بيقول ألو من حوالي 5 سنين ما غيرتوش، وعربيتي عايزة تتغير من 3 سنين ما غيرتهاش، مع العلم إني أقدر أغير الموبايل والعربية، لكن مش ده الصح. ويوم ما هغير يبقى لازم يكون معايا فلوس أكتر من اللي هصرفها على التغيير. في حكمة بتقول لا أمل بيتي ما وسعني، ولا أمل ثوبي ما سترني، ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. يعني لو الحاجة تمام وشغالة بتجيب غيرها ليه؟
ليه بتطوع شياطين التسوق والإعلان اللي بيقنعوك دايما إنك لازم تجيب كل حاجة عشان تبقى جامد آخر حاجة؟ الاقتصاد أكرم لك بكتير وأكثر حفظا لكرامتك، وزي ما قال أجدادنا صبري على بطني ولا صبر الجزار عليا. الفيصل بين الاقتصاد والإسراف هو الاحتياج، يعني لو احتياجك في السنة 3 بناطيل يبقى تجيب 3 فقط، لو جبت 4 تبقى مسرف. وعلى نفس المثال ده قيس كل حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما عال من اقتصد، يعني مش ممكن يتفقر أو يحتاج اللي هيقتصد في مصاريفه. والقاعدة بتقول: إذا اشتريت ما لا تحتاجه في وقت الرخاء فستبيع ما تحتاجه في وقت الشدة. عشان كده أنا عمري ما فكرت إن الحل هو إننا نزود المرتبات. طيب افرض زودناها، أقول لك طب افرض إن احنا ضاعفناها، هل الموظفين حالهم هيتحسن؟ إطلاقا على فكرة. اللي كان بيتعشى فول وطعمية هيتعشى جبنة رومي وزيتون اسود، واللي كان بيلبس قميص وبنطلون هيلبس بدلة، واللي كان بيركب مترو هيركب تاكسي، وبعدين هيرجعوا يطالبوا بزيادة المرتبات من تاني عشان المرتب ما بيكفيش. وصدقني عمره ما هيكفي. الفكرة مش في ان مرتبك قليل، الفكرة ان مصاريفك كتير. في قاعدة اسمها قاعدة باركنسول. القاعدة دي بتقول ان الشيء بيتمدد ليشمل الحيز المتاح له. لو طبقناها على المثال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فمصاريفك هتتمدد لتشمل الحيز اللي انت سامح بيه. فلو مرتبك 1000 وبقى 2000 وانت سامح لمصاريفك تزيد، هتلاقي نفسك زي ما كنت بتصرف 1000 جنيه في اسبوع وتفضل تتطوح باقي الشهر، هتلاقي نفسك برضه بتصرف 2000 جنيه في نفس الاسبوع وتفضل تتطوح باقي الشهر برضه. فالحل عمره ما كان في زيادة المرتبات. طيب سؤال اخير عشان انا طولت عليكم جدا، هل انت تقصد ان العيب في الشعب وهم اللي مبذرين؟ لا خالص على فكرة. أنا برضو زي ما أعرف مبدأ مصيدة الإنفاق أعرف مبدأ الرفاهية الاقتصادية، لكني هنا بوجه كلامي ليك أنت، لأن أنت اللي قدامي، دي مشكلتك أنت، وأنا بحاول أقولك إزاي تحلها. لكن برضو أنا شايف إن الطرف التاني عليه واجبات ما بيقومش بيها، فخليني أتكلم معاك أنت، لأن أنت اللي أنا أقدر أتكلم معاه. شكرا ليك في النهاية، ويا رب الفيديو ده يكون مفيد ليك.